السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم بخير ونكون بنستفاد من الكلام اللي انا بتجيلي اسئله كتير. بس فدي الاسئله اللي انا بجاوب عليها يعني حقيقه عشان خاطر الناس كلها تستفيد، لان بتبقى اسئله طبعا عامه للناس كلها. فكان الناس بتسالني يعني ازاي انت سنه. كنت في الفيديو اللي فات قلت ان انا 35 كيلو خسيتهم في سنه، كنت 114 بقيت 79. آه، وفي ناس بتخس اكتر من كده. زي ما قلت لكم قبل كده ان اللي بيخس يعني كل ما الاوزان الوزن زاد كل ما الخسيه بتبقى اكتر. يعني هو بيبقى اول شهر، يعني انا خسيت حوالي 10 كيلو او 12 كيلو اول شهر. بعد كده بدات اقل شويه بشويه لحد ما بيجي فتره والجسم بيثبت، الجسم بيبدا يخاف على نفسه. فبيبقى الجسم شايف ان هو كده بيعمل لك جميله يعني ان هو يثبت عشان خايف، مش عارف ايه اللي بيحصل يعني، فالجسم خايف على نفسه فبيبدا يثبت يعني. فانا قعدت انا عن نفسي قعدت يعني بقالي دلوقتي 3 شهور او 4 شهور ثابته، مش عارفه انزل خالص، مع ان هو نفس مقدار اكلي وهو نفس يعني بقعد احسب السعرات الحراريه بتاعتي هي نفسها وبعمل مجهود، لكن واقفه. الدكتور قال لي ده شيء طبيعي، وكل الدكاتره حتى لما بسمعهم بيقول لك ده شيء طبيعي، الجسم بيخاف على نفسه. لكن في ناس بتخس، في ناس في السنة بتخس 100 كيلو، في ناس بتخس 70 كيلو في كل ما الوزن زاد. يعني الأوزان اللي أنا في واحدة صاحبتي كانت 180، خست في سنة 100 كيلو، بقت حاليا 80. فعشان ده وزنها كبير، أنا كان 114 برضو الوزن مش كبير. في ناس بتبقى سنها أصغر، في ناس ما عندهاش أمراض. خلي بالكم برضو الغدة بتفرق شوية، السكر، الحاجات دي كلها بتفرق، خصوصا الغدة. في ناس كنت أعرفها برضو كان شايلة الغدة تماما، الدكاترة قالوا لها هتخسي، في دكاترة قالوا لها هتخسي لكن مش زي ما انت متخيلة، ان الغدة مش موجودة. في ناس عشان كده دايما بقول اي حد بيسالني سنه صغير بقول لك لا الحق اعمل التكميم وخس وانزل علشان خاطر تخس بسرعه. طبعا السن الصغير حرقه بيبقى اعلى من السن الكبير، ومجهوده لو عمل مجهود برضه بيحرق اسرع، غير السن كل ما السن بيكبر. لكن برضه كل يعني ناس بتخس اكتر عشان بيبقى وزنها اكتر، لان كان في ناس بتسالني طب اشمعنى ده خس 100 كيلو في سنه واشمعنى دي انت خسيتي 35 كيلو في سنه. انا خسيت 35 كيلو في سنه زي ما قلت لكم، وزني ما كانش كبير قوي، كان 114. برضه في الغده، وكمان كان يعني الغده طبعا لازم لها الدواء باستمرار. انا كان عندي في رمضان مشكله كده في ان انا اخد الدواء، بنام متاخر واصحى ابقى طول الليل سهرانه، والغده الدواء ليه مواعيد، فده اللي جايز اخرني في ان انا اخس اكتر من كده. بس لكن بدات اظبط دواء الغده طبعا تاني، وبدات مثلا لقيت بقى نفسي بعمل مجهود، فبقيت اعمل مجهود اكتر عشان خاطر انزل اكتر. وشيء طبيعي، لكن ان كان في ناس برضه بتسالني بتقول لي ان في ناس بتقف كتير يعني، في ناس ممكن تقعد كام شهر. فعلا انا قعدت زي ما قلت لكم حوالي 4 شهور مش ما بنزلش. الدكتور قال لك الجسم بيخف على نفسه، فده شيء طبيعي، وبعد كده هيرجع يخس تاني. في ناس بقى بتقول لي ان هو الخسية ده لازم نلحق نخس في فترة سنة بالظبط عشان خاطر هي السنة اللي هنخس فيها، بعد كده مش هنخس. لا، ما فيش الكلام ده. هتخس ان شاء الله سنتين حتى بتخسي يعني. لا بتخس، بتيجي فترة ثبات كبيرة ممكن، لكن بعد كده بنخس تاني وبننزل تاني وما فيش اي مشكله. يعني بلاش نسمع للناس يعني نسمع دايما للناس اللي عندها خبره او الناس اللي عندها مصداقيه. في ناس ما بعض الناس ما بقاش عندها مصداقيه، ما بتحبش تديك المعلومه، مش عارفه ليه. بس لكن ده موضوع اللي هو الخسيه، ليه ناس بتخس اكتر وليه ناس بتخس بسرعه. برضه كل واحد حسب حرق جسمه، لكن برضه في دكاتره يقول لك ما فيش حاجه اسمها حرق، كل اي جسم بيحرق عادي يعني حتى مهما كان سنه كبير. بس لا بننزل وما فيش حاجه اسمها سنه، لان كان في ناس بيقولوا لي برضه سنه بس انت كده خلاص مش هتنزلي تاني، والدكاتره قال لك ما فيش الكلام ده، لا بتخسي عادي جدا. والناس اللي عندهم آه،
كانوا برضه قعدوا فترة كده وما جابوش في السنة الوزن المثالي، لأ قال لك بعد لحد سنة ونص وسنتين بنخس عادي جدًا، ما فيش أي مشكلة يعني. فاللي عاوز يسأل أهل الخبرة ويسأل الدكاترة، بلاش الناس اللي بتفتي كتير يعني، لإن الناس بتُحبط يعني. يعني أنا عن نفسي أُحبطت جدًا لمّا قعدت 10 شهور وما خسيتش غير ال35 كيلو دُولة، فكان الناس أحبطتني بصراحة يعني. فلأ الموضوع لازم نسأل ناس عندها خبرة، ونسأل الدكاترة ونسمع الدكاترة كتير والكلام ده، فالموضوع ما فيش مشكلة يعني، الناس ما تقلقش، لإن في ناس كتير جدًا كانت بتسألني وبتكلمني في الموضوع ده إنها قلقانة جدًا من الموضوع ده. لأ